فوز مهم جدا، فوز معنوي، فوز رائع ينقذ النادي الاهلي وينقذ وضعه في المجموعه الى حد ما. يعني نقدر نقول بالفم المليان كده الماتش ده كسبناه بس ما لعبناش فيه، او الاداء مش على قد المستوى المطلوب او مش احسن حاجه. بس هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ولو حتى في الفتره الحاليه محتاج جدا النادي الاهلي ان هو كان يقوي موقفه في المجموعه. يعني لما يلعب مباراتين ويحصل على نقطه واحده، ده مش النادي الاهلي. يعني نقدر نقول ان النادي الاهلي النهارده جمل صورته في المجموعه وبقى مع 4 نقاط، 4 نقاط يعتلي المركز الثالث بعد طبعا المركز الاول صن داونز، فرقه قويه جدا 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 تمتلك من النقاط 7 نقاط. تليها على طول فرقه الهلال السوداني اللي معاها ست نقاط. النادي الاهلي 4 نقاط. الماتش اللي احنا كسبناه النهارده ده ماتش مهم جدا يا جماعه. ماتش يعني انا شخصيا مش مقتنع بالاداء. يعني الاداء مش احسن حاجه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لكن المباريات اللي زي دي يعني تتلعب وتتكسب. المهم انك تكسب، مش مهم قوي او مش لازم قوي يبقى شكلك حلو، او مش مهم قوي انك تصدر رسائل لفرق تانية. لا، لازم ال3 بونت اول، عشان النادي الاهلي شكله مش لطيف في المجموعه يا جماعه. مش ده النادي الاهلي وحش القاره، مش ده النادي الاهلي اللي كان بينام افريقيا من المغرب، مش ده النادي الاهلي اللي كان بيدوس على وش اي فرقه في اي مكان في افريقيا. مش معقول يلعب مباراتين ويحصل على نقطة واحدة، وهو اللي عمل في نفسه كده، او لعيبته هي اللي عملت في نفسها كده. مفروض ان انت يعني اقل حاجة من المباراتين اللي عدوا دول المفروض يكون معاك نقطتين على الاقل. تكسب مثلا الهلال يا جماعة. الاهلي اقوى من الهلال بمراحل بمراحل، صدقوني. والكلام ده هنشوفه هنا على الملعب بتاعنا. الملعب اللي اتلعب عليه كوره بجد، مش الملعب اللي هناك اللي مليان انايات وفحر، وملعب ما ينفعش يتلعب عليه نهائيا. نجوم النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي قال لك انا شخصيا شريف عبد المنعم وعلاء ميهوب احنا مش هنعرف نلعب على الملعب زي ده. احنا لو مكان اللعيبه دي ما نعرفش نلعب عليه فعلا. ملعب مليان نقر، ملعب مليان فحر. طب اللعيبه هتجري ازاي؟ اصابات، الكوره ماشيه مش في عديلها. هتشوفوا فرقه الهلال السوداني هنا في القاهره، في استاد القاهره والاهلي والسلام، فرقه تانية خالص. فرقه يعني المفروض هنا لو بتلعب هنا في الدوري المصري تبقى في نص الجدول، ما تعديش نص الجدول. يعني سيراميكا اعلى، فيوتشر اعلى بمراحل، سموحه اعلى، المصري اعلى صدقوني، والاتحاد هكذا. كل دول اعلى من الهلال. انما الملعب اللي هم اخدين النادي الاهلي عليه والساعه 3 العصر، زي ما صن داونز برضه اخدين النادي الاهلي الساعه 3 العصر، وكأن مؤامره مدبره. وكل الفرق في افريقيا بتحب تلعب النادي الاهلي الساعه 3 العصر. ولازم يا جماعه المسؤولين في النادي الاهلي يشوفوا حل للموضوع الساعه 3 العصر ده. يا اما نعود لاعبتنا ان هي تلعب مباريات الساعه 3 العصر وفي جو حر، يا اما تلغوا موضوع الساعه 3 العصر دوت ونلعب تحت الاضواء. لان تحس كده ان نص مجهود النادي الاهلي ونص قوه النادي الاهلي بتروح الساعه 3 العصر، بتروح في الاجواء الحاره، بتروح يعني في الوقت ده بالاخص. عشان كده كل فرق افريقيا بتصطاد النادي الاهلي الساعه 3 العصر. حتى لو هم بيلعبوا بالليل ومتعودين على بالليل، لا، بيجيبوا الاهلي بيفقدوا نص قوته الساعه 3 العصر. وكأن اللعيبه يا جماعه بتروح ناس تانية خالص ولاعيبه تانية وما نعرفهاش. بنحس ان اللعيب في رجله رمل، مش قادر يدوس على الارض ويبدل رجله. الساعه 3 العصر دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. وصن داونز ربنا يستر من المباراه دي. انا متخوف جدا رغم اني واثق جدا في لعيبه النادي الاهلي، بس المباراه دي يا جماعه تبقى اصعب مباريات النادي الاهلي هذا الموسم. مباراه صن داونز من اصعب او ممكن تكون اصعب مباراه للنادي الاهلي في الموسم ده افريقيا ومحليا كمان. مباراة صن داونز في بروتيريا مباراة صعبة جدا. وعشان كده اتحاد كرة القدم او الرابطة مش راضية تأجل مباراة المقاولين النادي الاهلي. فيعني فاهمين انا اقصد ايه؟ علشان صعوبة مباراة صن داونز. فالاتحاد طبعا ما يهموش مصلحة النادي الاهلي يشرف في مصر ولا ما يشرفش مصر. ما يهموش هو الكلام ده خالص. وكأن الناس دي جاية مش عارفة دورها ايه بالظبط في اللعبة. يعني انت جاي مش عارف دورك ايه في اللعبه.
لما انت مش عايز تاجل مباراه النادي الاهلي قدام المقاولين، ان احنا مننا فينا، يعني احنا ناس مننا فينا، على ممكن تلعبوا في اي وقت الماتش ده، وتاجل النادي الاهلي مباراته مع المقاولين عشان يروح يستعد بدري وياخد على الاجواء هناك في بريتوريا، عشان هيلعبوا فرقه قويه جدا، والنادي الاهلي عايز ياخد بطاره، عايز ياخد بطاره، ولو ان يحفظ ماء الوجه ويجيب نقطه من هناك مع فرقه زي دي عنيده جدا. لا، الاتحاد المصري لكرة القدم يأبى ذلك. كرة القدم المصري كأنه يقوم محل أحد إداريين نادي مميلدي صن داونز، مش راضي يأجل مباراة للنادي الأهلي. أعداء الأهلي والاتحاد أعداء. أنت عايز تأجل؟ لا مش هنأجل لك. ليه يا عم؟ يا عم أجل لي عشان أنا رايح أشرف مصر بره. لا، مالناش دعوة بالكلام ده، أنت بتشرف نفسك، أنت بتمثل نفسك، إحنا مالناش دعوة بالكلام ده. طب أنت يا عمي شغلتك إيه في البلد؟ أنت كاتحاد كورة، انت جاي ليه؟ شفنا كلنا فوزي الأقشع رئيس اتحاد الكرة المغربي بيعمل ايه عشان انديته، بيعمل ايه عشان انديه المغرب، بيحارب وجايب كاس، وجايب نهائي كاس افريقيا للوداد على ارضه. راجل شغال صح الراجل، انما احنا عندنا هنا كله حاطط دماغه في الرمل، وانا مالي، انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش ايه يا راجل. ده قعدوا سنه ونص سايبين محمود جابر مدرب منتخب الشباب عشان لما يجي له هيحصل حاجه في بطوله الامم الافريقيه للشباب اللي حصلت هنا واتغلبنا فيها اخر مباراه 4-0 من السنغال، يقول لك احنا مش احنا اللي جايبينه. شوف التفكير وصل لحد فين، شوف التفكير وصل لحد فين. نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي، ثم يتحرقوا بقى الاخرين، ملناش دعوه. انت جاي عشان تعمل ايه في اللعبه؟ انت جاي تنظم اللعبه، انت جاي تحمي انديه مصر في افريقيا، انت جاي ترفع من الكره المصريه في افريقيا وفي العالم، بل بالعكس انت جاي بقى عكس ده كله، انت جاي تخربها، انت جاي تطينها ب60 طين. ماتش المقاولين اجله يا عم ونلعبه في اي وقت، ولا مش عايزين نلعبه خالص يا سيدي يا عم، ناقص ال3 نقط دول بس. سيب النادي الاهلي يروح يلعب مع الناس ويتجهز ويروح وياخد على الاجواء يوم واثنين وثلاثه، يعني ما يلعب يوم الثلاث، هو المفروض يلعب هناك السبت. الثلاث يعني هو يطلع من الملعب يطير، هيوصل هناك ايه؟ الثلاث بالليل، الاربع راح، الخميس هيتمرن، والجمعه تمرينة المباراه. شكرا. يوم السبت النادي الاهلي اللاعيبه دايخه في الملعب، اللاعيبه دايخه مش مركزه، من زمان ما لعبتش الساعه 3 العصر في الاجواء الحاره دي مع فرقه قويه جدا على الملعب ده، يعني بنلعب عليه كل سنه ماتش. متخيلين يا جماعه حجم الكارثه اللي النادي الاهلي فيها؟ متخيلين مدى قوه الحرب اللي النادي الاهلي بيتعرض لها؟ ومن مين؟ من اتحاد الكره المصري لكره القدم. يا لما بايدينا نهد بطل مصر في الكوره، بجد مأساة. انا عايز كل حد يشوف الفيديو ده، يشير الفيديو ده عشان يوصل لعدد كبير جدا من الناس، وتشوف وتعرف اتحاد كرة القدم المصري اللي المفروض يحمي انديته في افريقيا بيضرها بايده، بأم ايده. جرس انذار، ده قوس خطر بيدق على الكرة المصرية، وراح بينا فين يا بلد؟ حتى الكرة كمان هتقع. لنا الله. السلام عليكم.